أيها السادة، اليوم سأجيبكم على السؤال الأكثر شيوعاً: لماذا مصر؟ لماذا مصر هي التي تتعرض لهذا الكم المنظم والممنهج من الحملات الإعلامية المسعورة؟ لماذا مصر بالذات التي يطلق عليها هذا الكم من المأجورين لنشر الشائعات والأكاذيب؟ لماذا مصر تحديداً يفرد لها صفحات ومساحات كل يوم في أكبر صحف وقنوات العالم لمهاجمتها ومهاجمة جيشها وقيادتها؟ الإجابة بسيطة ولا تحتاج لتكون باحثاً سياسي لتعرف الإجابة. يكفي فقط أن ترى الصورة الأوسع وأن تكون متابعاً لما عشناه من 2011. هذه المنطقة تتعرض لمخطط لتقسيم المقسم ونشر الفوضى وتفكيك الجيوش الوطنية لصالح مشروع أمريكي له بنك أهداف اقتصادية وسياسية وعسكرية رأيناه أمام أعيننا ينفذ في العراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان. ما بين إفساح المجال لتمدد ابنهم المدلل إسرائيل وإضعاف أي قوة محتملة تهدده، وما بين نهب ثروات المنطقة في السوق السوداء بأرخص الأسعار كما حدث مع النفط السوري واليمني والليبي، وما بين تطويع جيوشها الوطنية وتحويلها لشركة أمن تخدم الأجندة الغربية ومصالحها، وما بين منع ظهور نمور اقتصادية جديدة تنافس ولو جزئيا الهيمنة الاقتصادية الغربية، وما بين جعل دول الشرق الأوسط ملاعب لاستضافة الحرب الباردة بين القوى الكبرى لتصفية الحسابات بين الكبار. والحمد لله أننا في مصر، الدولة الوحيدة التي نجت من المخطط الأسود بثورة 30 يونيو وشجاعة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبعدها انطلقت مصر كاسرة كل القيود لتصبح نمر أفريقي هو الأكبر في الإقليم عسكريا وسياسيا واقتصاديا، وهو ما جعل للأسف بعض الدول الإقليمية الصديقة تنضم للفصل الثاني من المؤامرة على مصر، لأن قوة مصر أكثر مما هو مطلوب سيجعلها تنافس هذه القوى اقتصاديا على كعكة الاستثمارات الأجنبية المتوجهة للمنطقة، وسياسيا تنافس طموح هذه الدول في تزعم المنطقة. وأضف إلى ذلك أن قيام مصر يمنع تفتيت العراق وتفكيك السودان وتقسيم ليبيا والتهام ما تبقى من فلسطين المحتلة، كل هذا بخلاف امتلاكها درة تاج العالم قناة السويس، والفوضى ستفتح الباب لتدويل إدارة القناة، ومن يسيطر من المعسكرين الأمريكي والصيني عليها سيمتلك نقطة تفوق استراتيجية عسكرية في حالة اندلاع الحرب المحتملة بينهم. وبعدما أدرك العدو أن احتلالنا العسكري مستحيل لقوة جيشنا وفشل تحطيمنا بالإرهاب بعدما سحقناه، وفشل تركيع مصر اقتصاديا بفضل تحمل المصريين، فالحل المتبقي هو التدمير الذاتي. قلب الحق باطل، والباطل حق في نظر البعض، لجعلهم يخربون بلدهم بأيديهم بدعوى الثورة أو التغيير. جعلك ناقم على كل شيء وغاضب من كل شيء، وتصوير أنه أنت الوحيد الذي يعاني على الكوكب بسبب سوء الإدارة وليس بسبب أزمة عالمية، وأن كل مشاكلك سوف تحل لو تم تغيير الرئيس. وكأن مشاكل تونس والعراق وليبيا والسودان واليمن ومصر نفسها بعد 2011 قد حلت بعد تغيير الرئيس. إنها الحرب الحديثة أو حرب ما بعد الحداثة، أن تجعل عدوك يدمر نفسه بنفسه بصناعة جوقة من المغيبين والمغفلين بداخله، فيخربون بلادهم بأيديهم ويحطموا مستقبلهم بأيديهم بمساعدة طابور خامس في الداخل للأسف. كل من يقول لك انزل اعلم أنه خائن، فالمعركة ليست بين مؤيد ومعارض، ولكن بين وطني وخائن، بين وطني وعميل، بين وطني وجاهل مغيب. فالحرب الحديثة لم تعد بحمل السلاح ولا بالجيوش التقليدية، ولكنها بجيوش المغفلين والمغيبين والغوغاء والسوقة لصناعة الفوضى. هي حرب وعي ومعنويات. وتأكدوا أنه كان من الممكن إخراس كل تلك الأبواق، بل وتتغنى بإنجازات مصر ليل نهار، لو أن الرئيس السيسي باع القرار الوطني للأمريكان
ووافق أن يعطي سلاح الجيش المصري لأوكرانيا، ووافق أن يحد من العلاقة مع روسيا والصين، وأوقف مشاريع تعمير سيناء وتطوير الموانئ. يا سادة، ما يحدث حرب ممنهجة لاختطاف وعي المصريين واستبداله بوعي مزيف مبني على الشائعات والأكاذيب. حرب معاركها عمليات هندسية مدروسة بعناية لتكوين وصناعة حجم حرج فعال من المصريين الغاضبين، لتحويلهم لمخربين في ساعة صفر يتم التجهيز لها، وفي الأغلب قد تكون متزامنة مع انتخابات الرئاسة القادمة. يقولون لك الهدف حريتك ورخائك، ولكن الهدف هو تطويع بلدك وكسرها ولي ذراعها وضرب استقرارها وتعطيل صعودها. عدونا اللدود فاهم أن قوته من ضعفنا، لذلك استراتيجيته للبقاء والدفاع طوال الوقت ليست أن يجعل نفسه قويا فقط، ولكن أن يجعل كل من حوله ضعفاء، لأنه عندما تبدأ الفوضى بدعوى التغيير تهرب السياحة والاستثمار، وتزداد البطالة ويقل الإنتاج، وتتوقف مشاريع التعمير والتشغيل والتنمية والتطوير واستصلاح الأراضي وبناء المصانع والمدن الجديدة. وهذا ما يريده العدو بالضبط. قديما كانت ساحة المعركة هي جبهة القتال، أما اليوم فساحة المعركة كل مكان به إنترنت وموبايل، والرصاص هو المعلومة، والمعركة معركة وعي وعقول. وقود الحروب الحديثة ليست الجيوش التقليدية، ولكن جيوش الغوغاء والمغيبين التي يتم تصنيعهم حاليا على قدم وساق. بيننا، مننا، فينا. هل علينا أن نعيد المؤامرة كل عقد ليضحك علينا العالم من سذاجتنا؟ أنت مقاتل آخر الزمان، أنت مقاوم آخر الزمان. مسؤوليتك أن تحافظ على وعيك وإدراكك وسلامة عقلك وصحة روحك ونقاء وطنيتك. لحظة الهزيمة هي اللحظة التي يقع فيها جزء من المصريين في هذا الفخ، ويصبحوا جاهزين بالبرمجة النفسية لتنفيذ أجندة العدو، ويظنون أنها أفكارهم هم. دافع عن بلدك بمنتهى القوة والشراسة، لأن غيرك يخونها ويريد تخريبها بمنتهى الحماسة والخسة والوقاحة.